حبيت نجرب معاكم المبكبكة الليبية اللي شفتها دايرة ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وشفت لها كذا فيديو. مي في الأخير راح أخليكم في آخر الفيديو تعيشوا معي الصدمة اللي كنت تعرضت ليها. وأكيد راح أجربها معاكم يا حبيباتي. جاموا ابوني للفيديو وتفضلوا معايا. شوفوا، اول حاجه جبت المراس نتاعي تاع الدجاج. تقدروا يا البنات ديروا اللحم تاع الخروف بما انه مقبلين على العيد الكبير وكل شيء. انا كان عندي لحم تاع الدجاج، درت زدر كيما راكم تشوفوا، درت الزيت يا البنات، درت البصله، درت توابل تاع لاله مولاتي، راس الحانوت هذاك اللي غني عن التعريف، الثوم، الملح. بالطريقة هذه قليت كل شيء مع بعضاه. خليت كل شيء يتقلى يا البنات، ومن بعد زدت معها التوابل تاع الدجاج كيما حبيتوا، يعني التوابل راح تبقى اختيارية، انتم القوا اللي تحبوا. زدت كمية معتبرة من الطماطم، هنا البنات اللي زودتها شوية البنات، انتم ديروا شوية مي هنا اللي باطك، وتعرفوا البنات يحبوا الطماطم بزاف. خليت كل شيء تقلى يا حبيباتي، ومن بعد مرقت عليها وخليتها حتى طابت هذيك، طاب هذاك الدجاج وطاب الدجاج هذاك كامل، ولاصوص هذيك بدات تعقد. كيما هكا بالطريقه هذه البنات. ساعات كالبنات تطيلينا هكذا وصفات فينا الموكي نجربوهم، يا اما نلقاوهم نعرفوهم من بكري، يا اما نلقاوهم ماهمش بهذيك الخطوره وهذيك الترند هذاك اللي داروا. ماني قلت لكم في اخر الفيديو راح نحكي لكم الصدمه اللي كانت صارت لي. قلت لكم هنا حكمت طفيت عليها وخليتها هكذا طابت، نحيت هذاك اللحم يا البنات باش من بعديكا راح تشوفوا واش راح ندير به. ومن بعد جبت المقارونه تاعي من عجائن الشرق اللي كانت قبل عجائن بن عمر، تقدروا ديروا اي نوع، انا حبيت هذه رقيقه فرغتها ديريكت وهي يابسه، ما غليتها ما والو، فرغتها ديريكت. وعلى وهي البنات سموها، خليتها طيب كيما هكا، وعلى وهي سموها المبكبكه لانه الصوت خليته لكم في اول الفيديو، سي بور سا سموها المبكبكه. والصدمه اللي تعرضت لها انه المكرونه بالطريقه هذه احنا في العيله تاعنا من بكري نطيبوها. ميم يا البنات نهار اللي زوجت قالت لي ماما نقولها انا نغليها المكرونه ونطيب لاصوص وحده، تقول لي لا طيبيها كيما مولفين نطيبوها في الدار راهي تجي حلوه وبنينه خير. يبقى هذه الصدمة اللي تعرضت لها. وفينالمون كل حاجة نطيبوها أكيد تكون عندها بنة خاصة، ونحيي كامل المشرق العربي، وكل واحد كيفاش يطيب وكل واحد كيفاش الاسم. أحيانا الاسم يكون فرد، يكون الأكلة تكون فرد أكلة، مي تختلف الأسامي نتاعها. هذه هي حبيباتي المبكبكه الليبيه ولا المكرونه بطريقتي انا. ما تنساوش يا البنات اذا وصلتنا خلوا لي جيم وابوني، واسكو جربتوها وكيفاش انتم تسموها. دمتم سالمين.